تمرين السكوات مهم جدا، مش علشان بس بيشد عضلات المؤخره، الهامسترنجز، الخلفيات، الظهر والاماميات، الرجلين والبطن. التمرين ده بنستخدمه في حياتنا اليوميه عشان نقوم ونقعد على الكرسي احنا بنعمل تمرين سكوات، عشان نقوم ونقعد حتى على التويلت احنا بنعمل تمرين سكوات. ممكن تبتدي ان انت تحطي مخدات على الكرسي وتعمليها واحده واحده. بفتح ركبتي بنفس وسطي او اوسع شويه، ممكن رجلي كمان بسط بره سنه، برجع وسطي لورا وبقوم من وسطي. الحركه من وسطي، مش ركبتي هي اللي بتقومني الاقي ركبتي تطلع لقدام وبتعمل صوت تزييق او توجعني. خطوه خطوه بنعمل كده. لقيت التمرين سهل عايزه اصعبه وازود المدى الحركي سنه، ممكن اشيل المخده وابتدي ان انا المس واقوم. خطوه خطوه لما اجين سترينث واقوي رجلي اكتر هقدر ان انا كمان اشيل المخدات وان انا اعملها على الكرسي، ارجع وسطي واقوم. لو لقيت مفيش اي الم خالص ممكن ابتدي اقصر واحده واحده طول الكرسي لغايه لما بعد كده اقدر ان انا اعملها في الهواء من غير الم خالص. تمرين السكوات بنستخدمه في حياتنا اليوميه، اوعي تستني لغايه ما بعد كده يكون حد بيسندك عشان تقومي تقعدي من الكرسي.